السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. هبدأ الفيديو بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنحضر مع بعض صينية الصحاب: 2 كيلو لحمة مفرومة، وكيسين من خلطة البرجر، وفلفل اسود، كاتشب. هنزل بخلطة البرجر، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، و3 معالق كاتشب. هنعجنهم كويس جدا مع بعض. نظبط الملح، ومتنسوش خلطة البرجر فيها ملح. ياريت متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشجعوني بلايك. بعد ما عجنتها كويس هنغطيها نص ساعة في التلاجة. دلوقتي هحضر سلطة الكولسلو. معايا نص كرومباية صغيرة، هنحطها في الكبة ونفرمها فرم وسط. ممكن تعمليها على ايدك بالسكينة. ومعانا جزرة كبيرة مبشورة. هخلط الكرنب مع الجزر، وهحضر المحلول اللي هنضيف عليه: 5 معالق كبيرة سكر، وتلت كوباية خل. وهنكمل الكوباية بالمية. هقلب الخليط ده لغاية ما السكر يدوب، وهضيف على الجزر والكرنب. لو لقيته محتاج محلول تاني هنعمل مقدار تاني. هنقلبهم كلهم مع بعض ونشيلهم في التلاجة لحد ما يجي وقت الأكل. نحضر مع بعض فراخ ستريبس: كوباية زبادي، وبصل بودر، وتوم بودر، وفلفل اسود، وكزبرة، وملح. ونسينا نضيف البابريكا. نقلبهم مع بعض ونتبل بيها الفراخ. هنضيف معلقتين خل كبير، معانا شرائح من صدور الفراخ بس سميكة شوية، دقتها حاجة بسيطة. هنتبلها بالتتبيلة اللي حضرناها، ونسيبها في التلاجة على الأقل ساعة. يلا نعمل برجر. لو ما عندكيش مصب البرجر ممكن تستخدمي غطا. هنحط كيس وناخد قطعة من اللحمة ونفرد عليها كيس تاني ونبدأ نضغطها. حجم القطعة تقريبا 150 جرام. هنرصهم على صينية مفروشة كيس. دلوقتي هنحضر برجر المحشي. هنصغر قطعة اللحمة، هنفردها بنفس الطريقة ونضيف الموتزاريلا، ونركن الطبقة دي على جنب. نحضر طبقة تانية رفيعة، نحط الطبقة التانية على الأولى ونقفل كويس. نحاول ما نظهرش الجبنة الموتزاريلا. أنا كده خلصت كل الكمية. بص القطعة سمكها تخينة وحلوة ازاي. هندخلها الفريزر نص ساعة، وهنرجع نحضر الكولسلو. وصفينا الجزر والكرنب كويس جدا. نضيف عليها كوباية زبادي وقدها مايونيز. قلبها كويس، بقت كده جاهزة. جبنة كايزر من بتاع المطاعم. هفرد طبقة من صوص البرجر وحضرناها قبل كده مع بعض.
هنسيب لكم طريقته في صندوق الوصف. هنحط خس وقطعة برجر وقطع ستريبس وشرائح من الطماطم، ونضيف صوص الشيدر الجاهز. شايفين الساندوتش حلو ازاي؟ هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. وهنسيب لكم فيديو في تسوية البرجر في صندوق الوصف، وكمان فيديو للستريبس. ضيفوا الإضافات اللي انتوا هتحبوها في الساندوتش بتاعكم. ممكن تضيفوا بصل مكرمل. حمرنا شوية بطاطس ورشيت عليها توابل بطاطس. هنرص علب كورسلو وكاتشب وصوص الجبنة، ودي أحلى صينية ممكن تحضروها في أي عزومة. استنوني في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.